دي أيرلندا. لو مشيت في الريف هناك هتلاقي ناس واقفين في الأرض بيقلبوا التربة بالفؤوس والشواكيش. أول ما تشوفهم هتقول دول بيزرعوا، بس الحقيقة لأ، دول بيطلعوا وقود من الأرض. وقود قديم اسمه البيت. المادة دي بتتكون في المستنقعات والأراضي الرطبة على مدى آلاف السنين. النباتات هناك بتموت وتتحلل ببطء بسبب المياه والرطوبة وقلة الهواء، ومع الوقت بتتحول لكتل بنية غامقة شبه الفحم. وبسبب إن إيرلندا معظمها أرض رطبة وطينية، البيت موجود تقريبا في كل مكان، وعلى مدى قرون كان مصدر طاقة مهم جدا بالنسبة لهم. استخراجه ليه طريقة خاصة، العمال بيستخدموا أدوات معينة عشان يقطعوه مربعات صغيرة لونها بني غامق ومبلولة شوية، وبعد كده بيرصوه في الحقول عشان ينشف في الشمس والهواء. لما ينشف كويس يقدر يتولع ويتحرق بثبات في المواقد ويدي نار دافية وجو مريح. القطعة البسيطة دي من الأرض كانت السبب إن ناس كتير في أيرلندا قدروا يعدوا شتاء طويل ومتجمد من غير ما يموتوا من البرد. هل يمكن الاعتماد على البيت دي كمصدر وقود بعد كده؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.